انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أمس الأحد يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو موقوف من قبل سلطات مطار بكين الدولي عند وصوله للصين. إليكم تفاصيلها. وظهر ميسي وهو محاط برجال الأمن والجمارك، بينما أكدت التقارير أن عملية الإيقاف التي لم تدم طويلاً كانت بسبب لبس في وجود خطأ بجواز سفر اللاعب. ويظهر في الفيديو الذي انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي الصديق المقرب لميسي في منتخب الأرجنتيني رودريغو دي باول، الذي حاول التحدث مع موظف الجمارك للاستفسار عن سبب إيقاف صديقه. وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني دخل بجواز سفره الإسباني الذي يحتاج إلى تأشيرة لدخول الصين، عكس الجواز الأرجنتيني الذي لم يكن بحوزته. وتم احتجازه لمدة 6 ساعات تقريباً، ريثما تم منحه تأشيرة مستعجلة. واحتشد الآلاف من عشاق ميسي في مطار بكين وخارجه لاستقبال النجم الأرجنتيني المتوج بجائزة الكرة ومنتخب التانغو المدجج بالنجوم. ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الأسترالي يوم الخميس 16 يونيو بملعب العمال في العاصمة بكين في مباراة ودية، بعد تفوق منتخب التانغو على منتخب الكنغر ب2-1 في الدور 8 النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر. يذكر أن مباراة أستراليا الودية ستكون الأولى للنجم ليونيل ميسي منذ إعلان رحيله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.